بقولك انا هعمل اوردر من عند اسمه ايه ده، اعمل حسابكم معايا. طب واللي يعمل لك بقى احلى من اللي انت هتشتريه من عند اسمه ايه ده؟ اما نشوف. كوبايه رز مغسوله هنسلقها في 3 كوبايات ميه. يا نهار، الرز عجن، ما قلتلك نطلب وخلاص. اصبر بس، عجنته ده ايه ده مقصود. لما هو يلبت كده هنحط بقى عليه 2 لتر لبن حليب بقشطتهم كده مغليين، وعليهم كوبايتين الا ربع سكر وشويه فانيليا، ونقلب بقى كويس على النار لغايه ما الرز يفك كله كده ويدوب في اللبن. ويفرفط. ايوه، كمان النشا اللي في الرز هيتقل شويه اللبن معانا. هنزود بقى دلوقتي معلقتين موارد ومعلقه كبيره قشطه او كريمه لباني، وعلى جنب بقى هندوب معلقتين كبار نشا ذره في شويه لبن ساقعين، وننزلهم بقى على الرز ده ونقلب على النار الهاديه لغايه ما يتقل، ونصبه بقى في الاطباق. نقدر بقى نحط البريمة في الفرن تحت الشواية عشان تتحمر وتتأمر، ايوه. والباقي يتصب في الاطباق ويدخل على التلاجة. بس قبل ما ندخل الاطباق في التلاجة هنزوقهم بقى قرفة، جوز هند، لو في زبيب بقى ومكسرات وكده، بس معلش الزبيب خلص النهارده. الحمد لله. ندخلهم بقى على التلاجة ساعتين كده، وتاكل بقى احلى رز بلبن ممكن تاكله في حياتك. ده احلى من بتاع اسمه ايه. طبعا.